السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة تيتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن جهاز صغير في الحجم بس تأثيره كبير جدا في حياتنا اليومية. جهاز بقى جزء من كل بيت وكل مكتب وكل مكان نروحه تقريبا. أكيد طبعا عرفتوا أنا بتكلم عن إيه، عن جهاز التكييف عموما. في ناس لحد دلوقتي شايفة إن التكييف رفاهية، لكن الحقيقة إن النهاردة التكييف بقى ضرورة مش كماليات، وهنعرف مع بعض ليه دلوقتي. أولا خلينا نبدأ من الواقع اللي احنا عايشينه. درجات الحرارة في السنين الأخيرة بقت بتوصل لمستويات صعبة جدا، مش بس في الصيف، حتى في الشتاء. أحيانا بيجي موجات برد بتبقى شديدة جدا على بعض الناس. في الحر التكييف مش مجرد وسيلة تبريد، ده وسيلة راحة نفسية وجسدية، لأنك لما بتكون في جو معتدل وراحة في المكان بتفكر أحسن أو بتنام أحسن وبتشتغل بإنتاجية أعلى. تخيل مثلا موظف في مكتب درجة حرارته 35 وجنب منه في مكتب تاني درجة حرارته 24 بسبب إن المكتب ده فيه جهاز تكييف. يا ترى مين فيهم هيركز أكتر ومين شغله هيطلع أدق؟ أكيد طبعا اللي في مكتبه جهاز تكييف. كمان التكييف بقى ليه دور صحي جدا ومهم. النهاردة معظم التكييفات الحديثة فلاتر تنقية الهواء بتاعتها بتتمتع بتكنولوجيا إن هي بتمنع الأتربة والبكتيريا وحتى الروائح الغريبة، وده بيساعد الناس اللي عندها حساسية أو مشاكل في التنفس إنها تتعامل بشكل أفضل. وفي المستشفيات مثلا التكييف مش رفاهية أبدا، ده عنصر أساسي للحفاظ على استقرار الأجهزة الطبية ولراحة المرضى، خصوصا في غرف العمليات والعناية المركزة. يعني التكييف مش بس بيبرد، ده بيوفر بيئة صحية وأمنة كمان. ومن ناحية تانية التكنولوجيا طورت التكييف بشكل رهيب. دلوقتي بقى عندنا التكييفات الانفرتر بتوفر في الكهرباء بنسبة كبيرة، وفيها حساسات بتقيس درجة حرارة الغرفة وبتظبط نفسها اوتوماتيكيا. في موديلات جديدة نازل فيها الواي فاي كنترول، يعني ممكن تشغل التكييف من الموبايل قبل ما توصل البيت. ده غير طبعا ان فيها فريونات جديدة صديقة للبيئة، زي فريون 410 اللي اغلبنا عارفه، والجديد كمان فريون 32 ويمكن احنا اتكلمنا عنه قبل كده. طبعا الفريونات دي بتحافظ على طبقة الأوزون ومش بتأذي البيئة، يعني راحة ليك وأمان للبيئة في نفس الوقت. ولازم طبعا نعترف التكييف بقى جزء من أسلوب حياتنا. الناس بقت بتخطط ديكور الشقة على أساس مكان التكييف، وفي أي مكان عام أو مكتب جديد أول حاجة بتتعمل هي تركيب النظام التبريدي للمكان. وجود التكييف في المكان بقى رمز للنظام وللنظافة والاهتمام براحة الناس، وده طبعا انعكاس لتطور المجتمع نفسه. في النهاية التكييف مش مجرد جهاز، ده راحة وصحة وإنتاجية وجودة حياة. ولو لسه شايف إن التكييف رفاهية، جرب تعيش يومين في الحر من غيره، وساعتها هتعرف قد إيه التكييف بقى نعمة من نعم ربنا علينا. وأحب أفكر حضراتكم إن بإذن الله شهر 11 كل أسبوع هيبقى فيه الوايت فرايداي، وهيبقى فيه خصومات كويسة جدا لجميع أنواع أجهزة التكييف. يا ريت حضراتكم تتابعونا على القناة علشان تعرفوا كل جديد في عالم التبريد والتكييف. نورتوني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.